حيران انت ونفسك تعرف الليمف نود اكزامينيشن؟ يلا بينا ناخد الخلاصة. في البداية في الليمف نود ففي منها نوعين، في منها الديب ليمف نود وفي منها السوبرفيشال ليمف نود. الديب ليمف نود دي اللي بتكون موجودة في الأورجن أو إن هي متغطية من خلال المصل، أما السوبرفيشال وهي دي الأهم بالنسبة لنا واللي هنقدر نعمل لها اكزامينيشن. هنبدأ بأول حاجة معانا وهي الهيد والنك. اللي بنبدأ عشان نفحصها إن إحنا بنكون ورا العيان عشان نقدر نفحص الليمف نود اللي فيها، وعشان هي بتتكون من مجموعات وأول مجموعة فيها هي السيركولار جروب، وعشان نقدر نفحص السيركولار جروب فأول حاجة فيها هي السبمنتال. والسبمنتال ده بالعربي بتاعنا كده هي المنطقة اللي بتكون تحت الذقن. بنبدأ نشوف الليمف نود اللي في المنطقة دي هل فيها سويلنج ولا لا. بعدين بنرجع كده شوية بيدنا بنلاقي إن في بعدين السبمنديبولار. السبمنديبولار هي المنطقة اللي هتلاقي فيها البروز واللي واخدة الزاوية دي، هي دي المنطقة اللي بتعرف بالسبمنديبولار. بعدين بنروح على الفيس عشان نشوف الباروتيد ليمف نود، وكمان اللي بيكون فوقيها هو البيري اوريكولار ليمف نود. بعدين بنشوف المنطقة اللي ورا الإير واللي هي بتكون عبارة عن البوستيرور اوريكولار ليمف نود، بنشوف برضو هل فيها سويلنج ولا لا. وبعدين بنشوف منطقة الأوكسيبتال ودي اللي بتكون على خلف الرأس من ورا، بنبدأ نشوف فيها الأوكسيبتال ليمف نود. بعد ما خلصنا السيركولار جروب وهو ده اللي اتكلمنا عليه في السيركولار جروب اللي كان بيتكون من السبمنتال، وبعدين اخدنا فيه السبمنديبولار، بعدين اخدنا في الفيس الباروتيد والبيري اوريكولار، وبعدين اخدنا البوستيرور اوريكولار، بعدين اخدنا الاوكسيبتال. بننزل بعدين في النك عشان ناخد في منطقة النك. المنطقة الأول حاجة فيها هي الفيرتيكال جروب، والفيرتيكال جروب ده بيتكون من السيرفايكال ليمف نود. عشان تعرف السيرفايكال ليمف نود ففي منه الديب سيرفايكال ليمف نود وفي منه السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود. وعشان تعرف برضه ان في منطقة النك في عضلة كده تعرف بالاسترنوكليدوماستويد. الاسترنوكليدوماستويد دي بيكون موجود عليها ليمف نود وكمان وهي مغطية ليمف نود. فعشان نقدر نفحصها كويس نبدأ نطلب من العيان ان هو يلف راسه على الناحية التانية، فبحيث ان هي بتبدأ ان هي تظهر معانا وبيبدأ يظهر الليمف نود اللي عليها، عشان نبدأ بعدين نفحص جروب موجود عليها. وفي اول جروب عليها هو السوبيرور جروب وهو السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود، ودي من كلمة سوبرفيشال يعني بتبقى ظاهرة وواضحة، فبنقدر نشوفها لما نيجي نفحصها. بنبدأ ننزل تحت بنلاقي ان في عبارة عن الميدل واللور سيرفايكال ليمف نود، ودي اللي بتكون covered by sternocleidomastoid، وعشان كده بتكون صعب ان احنا نعمل عليها الاكزامينيشن. بعدين بنرجع ورا في البوستيرور تراينجل. في البوستيرور تراينجل في المنطقة دي بنلاقي البوستيرور سيرفايكال ليمف نود، ودي بتكون سوبرفيشال وبنقدر نفحصوها بشكل عادي. اخر حاجه معانا في الهيد والنك ليمف نود هي السوبرا كلافيكولار، وعشان نقدر نشوفها بنبدا ان احنا نحط يدنا فوق الكلافيكل من كلمه سوبرا وكلافيكولار يعني فوق الكلافيكل، يعني الليمف نود دي بتكون موجوده فوق الكلافيكل وانا قاعد ورا البيشنت ده وشغال حاسس على المنطقه دي، وخصوصا ان الليمف نود اللي في المنطقه دي بتكون سوبرفيشال. السوبرا كلافيكولار ليمف نود دي لما بنلاقي ان هي فيها سويلنج ممكن نلاقي في ناحيه الرايت او ان احنا نلاقي في ناحيه الليفت، ولكن لما بنلاقي في ناحية الليفت بنسميها بالفيركاو تراياد، وده بالنسبة للعالم بتاعها اللي اكتشف ان هي بتاجي مع الابدومينال كانسر. وبعد ما اخدنا الهيد والنك ليمف نود اكزامينيشن هنبدا ان احنا ناخد الاكزيلاري ليمف نود اللي بتتكون من 5 جروب، ولكن قبل ما اقول ال5 جروب دي هناخد اناتومي بسيط كده عن المنطقة بتاعت الاكزيلاري اللي بتتكون من anterior axillary fold وكمان فيها البوستيريور axillary fold، والكل من الاثنين دول بيكون موجود عليه ليمف نود. بالاضافه لكده كمان
منطقة الهيومرس اللي فوقيها بيكون موجود عليها ليمف نود. هنبدأ بعدين إن إحنا ناخد جروب من الخمسة دي، وأول حاجة بناخدها هي الانتيرور جروب. ولكن قبل ما أعمل الفحص أنا مطلوب مني إن أنا أعمل سبورت للهاند بتاعت البيشنت ده، سواء إن أنا أحطها على كتفي وهبدأ إن أنا أعمل الفحص. أول حاجة بعملها في الانتيرور جروب إن أنا ببدأ إن أنا أعمل سبورت بالرايت هاند، وأبدأ إن أنا أفحص بالليفت هاند. ممكن أعملها من خلال يد واحدة الفحص ده، ولكن بيكون مش دقيق لأن أنت في اللحظة دي ما بتقدرش تفحص بشكل واضح، ولكن لما بتفحص من خلال التو هاند هتقدر تشوف تفاصيل أكتر في الليمف نود. فزي ما اتفقنا ان احنا هنحط بالرايت هاند هنعمل سبورت، وهتقدر تشوف بعدين بالليفت هاند هتبدا تشوف الليمف نود. ده عباره عن الانتيرور جروب، واللي زي ما اتفقنا ان هو هيكون موجود في الانتيرور اكسيلاري فولد. اما بقى البوستيرور جروب واللي بيكون في منطقه البوستيرور اكسيلاري فولد، وده في اللحظه دي هنعكس. يعني ايه هنعكس؟ يعني هنعمل سبورت بالليفت هاند وهنبدا ان احنا نفحص بالرايت هاند. بعدين بنبدأ ناخد السنترال جروب اللي بتكون ما بين الانتيرور اكسيلاري فولد والبوستيرور اكسيلاري فولد، عشان نبدأ ان احنا نحط يدنا دايركت ان ميدل، وكمان بنبدأ ان احنا نحطها ديب عشان نقدر نفحص الليمف نود اللي موجودة في المنطقة دي. بعدين بنبدأ نفحص الابيكال جروب، والابيكال جروب ده بنفحصه من خلال ان احنا بنعمل سبورت بالرايت هاند على الشولدر، وبنبدأ ان احنا نفحص من خلال الليفت هاند اللي بنحطها برضو في المنطقة اللي بتكون ما بين الانتيرور اكسيلاري فورد والبوستيرور اكسيلاري فورد. ولكن الفرق ما بينها وما بين السنترال ان احنا هنا لما بنحط يدنا بتكون طالعة لفوق ناحية الكلافيكل عشان نبدأ نشوف الابيكال جروب بتاعة الليمف نود. اما بقى عن الجروب الخامس في الاكسيلاري ليمف نود وهو اللاترال جروب، واللاترال جروب ده عشان اقدر بشوفه من خلال ان انا بعمل سبورت بالرايت هاند على الهيومرس وكمان الشولدر، وان انا ابدا افحص باليد الثانيه عشان اقدر اشوف هل في سويلنج في الليمف نود في المنطقه دي او لا. اما المنطقه الثالثه اللي بشوف فيها الليمف نود وهي الانجوينال، اللي بشوف فيها مجموعتين اللي هي اللونجيتيودينال ليمف نود وكمان الهوريزونتال ليمف نود. اللونجيتيودينال دي ما بقدرش اشوفها لان هي بتكون موجوده في الصاي، وكمان مع وجود الفات اللي في المنطقه دي فما بتكونش ظاهره، ولكن الهوريزونتال بتكون بلو الانجوينال ليجامنت فبقدر اشوفها، وخصوصا ان هي بتكون سوبرفيشال. المنطقه الرابعه في الليمف نود اكزامينيشن وهي البوبلوتيال ليمف نود، اللي انا بخلي العيان ان هو يعمل تاني للرجل بتاعه، وببدا ان انا افحص في المنطقه دي عشان اشوف في ليمف نود سويلنج او لا. اما اخر منطقه بشوف فيها الليمف نود اكزامينيشن وهي المنطقه الابيتروكلار ليمف نود، ودي اللي بشوفها من خلال اللاترال اسبكت بتاعت الهيومرس، بشوف فيها هل في سويلنج في الليمف نود في المنطقه دي. وبعد ده كله هو انا ازاي انا اصلا بعرف اعمل كومنت على الليمف نود؟ ببساطه كده ان انا اول ما بحط يدي وبشوف الاكزامينيشن بتاعت الليمف نود ببدا ان انا اقول هل هي بالبابل ولا نوت بالبابل. يعني ايه بالبابل؟ انا حسيت بيها او لا. ببدا ان انا اشوف فيها هل هي تندر ولا لا، هل هو بيتالم منها او لا، وببدا ان انا اشوف السايز. وكمان ببدا بعد كده ان انا بشوف هل هي فيكسد ولا موبايل بتتحرك معانا، ولا هي ثابته في التيشو بتاعها. ببدا بعدين بشوف هل هي لوكالايزد في المنطقه بتاعتها ولا جنرالايزد. يعني ايه لوكالايزد ويعني ايه جنرالايزد؟ يعني من كلمه جنرالايزد يعني منتشره في كل الاماكن. كل الاماكن اللي احنا فحصناها حاليا دي هنلاقي ان هي فيها الليمف نود ظاهره وواضحه وبالبابل. اما بقى اللوكالايزد فهي ظاهره في منطقه معينه. بعدين ببدا اشوف هل الليمف نود دي بيحصل معاها فلكتويشن. يعني ايه فلكتويشن؟ يعني فيها ابسس، والابسس ده بيخلي ان في احساس كده ان انت بتضغط على حاجه كده زي اكن في نفاخه ومليانه ميه وشغال بتضغط عليها. وببدا ان انا اشوف هل هي هارد ولا سوفت ولا فيرم.
وبعدين ببدأ أعلق على الماس افكت بتاعها. هي ممكن تضغط على فين، أو ممكن كمان تعمل ديب فينس ثرومبوزس، وممكن كمان تضغط على أجزاء حيوية زي ممكن تضغط على التراكية، وممكن تضغط كمان على البرونكيال، وممكن كمان بتكون موجودة داخل منطقة معينة وداخل هالو أورجان زي الانتستين وتعمل اوبستراكشن للبول. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش برضو ان انتوا تكتبوا لنا حابين اقدم ايه المرة الجاية.